موقف النهارده يا بنات مرعب ويخوف، والله العظيم موقف حقيقي حقيقي وبجد. الموقف ده حصل معايا وانا اترعبت وخفت، ويعني ايه هحكي لكم عليه دلوقتي مش هتصدقوا. بس تخيلوا كده معايا وتوقعوا وشوفوا انا كنت حاسه بايه ساعتها، وكان ايه اللي بيدور في دماغي. انا هقول لكم الموقف بالتفصيل. انا جت فتره كده كنت عايشه في الريف مع مرات خالي. ماشي. المهم الجماعه في الريف اما بيقعدوا بالليل كده بيسهروا، بيقعدوا يحكي حكاوي، يجوا بقى ضيوف عند بعضهم كده وبيحكوا قصص. المهم الجماعه دول كانوا قاعدين يحكوا قصص. كان في مرات خالي وخالاتي الاتنين وعمي واتنين ضيوف تانيين عندهم. المهم احنا قاعدين كده وانا قاعده معاهم ومركزه، عمالين بقى يحكوا عن حاجه اسمها جنيه بتطلع بالليل وبتحب بني ادمين وحاجات كده، وانا الحاجات دي اول مره اسمعها وقاعده ومركزه. وبعد كده بيقولوا ان عمي ده كان بيجي له جاره بيجي يسهر عنده، وبيجي بالليل وهو مروح متاخر يقول له يا مصطفى تعالى تعالى وصله، معلش. ويروح مصطفى يوصله. مره من المرات وراح يوصله راجع بيته لقاها قعداله عند عند باب البيت. قالت له انا بحذرك لو وصلته تاني مره هاذيك وهاذي بيتك وهاذي اولادك. الجنيه دي حاجه وحشه يعني، زي الشيطان وكده. المهم خاف مصطفى. وبعد كده بقى بقول له لما تيجي تسهر عندي انا مش هقدر اوصلك تاني. فعلا بقى يسيبه. اتضح بقى ان الراجل ده بيقول ان الراجل ده عجوز، بس الجنيه دي حباه وعايزه تتجوزه. ازاي؟ والحاجات دي حقيقيه او مش حقيقيه؟ انا عن نفسي سمعتها بس. واحد تاني عمال يقول دي بتطلع في الغيط، واحد تاني يقول دي طلعت لعم محمد، دي طلعت لعم حسن، دي بتطلع مش عارفه بالليل، دي بتعمل وانا قاعده بقى قاعده الجنيه دي شكلها وازاي بتطلع، وازاي بتأذي، وازاي بتخوف، وازاي هتتجوزوا. وكل ده في خيالي وقاعده افكر ومرعوبه، بس قاعده معاهم ما بتكلمش، انا بسمع بس. كل واحد بيقول حكايته. ده انا شفتها مش عارفه فين، دي طلعت لي في الغله، دي شكلها شعرها مش عارفه طويل وعينيها حمرا وبتتحول، ممكن تتحول لك لاي بني ادم قدامك. يعني هي تبقى هي وتبقى تبقى عامله لك مثلا حد صاحبك، حد تعرفه وهكذا. وانا قاعده، والمشكله في نفس التوقيت ده هم طبعا بيبقوا قاعدين عادي امان، بيبقوا سايبين الباب مفتوح بس مردود. وفجأة حد تاني يا دوبك دق على الباب، دقة وزق ودخل. انتوا تتخيلوا بقى وانا قاعدة معاهم رقعت بالصوت وصوتت وجاتني صدمة عصبية، وقعدوا يهدوا فيا، وكان المنظر انا كل اعتقادي ان اللي بيحكوا عن